يوسع في منهية للقاء. ألف مبروك، ألف مبروك للعناصر الوطنية. نتمكن من تسجيل ثاني الانتصار أمام البرازيل، أمام إسبانيا. هذا هو الحوار، هنا الانتصار، هنا الطريق، هنا المشوار، هنا أيضا الشباب القادر على تحقيق الانتصار في مونديال أقل من 20 سنة. غياب دام ل20 سنة، وكما ذكرت تأكيد للريادة وللتفوق وللحضور للكرة المغربية الدولي العالمي لا على مستوى السيدات ولا على مستوى الثلاثي المساعد. يفضل العودة لياسين خليفي داخل منطقة الجزاء، داخل من تحضير مثالي في منتهى الروعة. هكذا جاءت اللمسة وهكذا جاءت التمرير البيني الإسباني. هنا فرصة الآن، كرة الجول، كرة الجول. علي معمر، سعد، يلا يا سعد، يلا يا سعد. ياسر الزبيري، لمحات وصور رائعة جدا يقدمها المنتخب المغربي. على الطرف الايسر يصعد لاعب دياس، دياس العرضية الراسية، بعد ذلك الامامية البينية لا وجود لوضعية التسلل. هذه ممكن يا فؤاد، الثواني راوغ، هي جول، هي جول. لا زالت 100 يمرر كرة، لكن مرت عالية، مرت عالية لاعبين، لأنه فعلا مطلوب الزيادة. برافو برافو برافو. نعم، كانت في منتهى الخطورة على مرمى يانيس بن شاوش. هذه لمسة الشيب مغربية، إمكانية التسديد، التسديدة 2 حاولت المرور، إمكانية التسديد. بالعيد هي لدياس، هذه صعبة. دياس مرة جانبية، الدائرة الأيسر. دياس هنا في وضعية سمحت له يانيس بن شاوش. الزبيري، طريقك سالك نحو المرمى. ياسر الزبيري يمنح الأفضلية في مباراة الراية المغربية والفرحة المغربية في مدرجات ملعب سانتياغو. عينك على التمرير، مليمترية ذكية من طرف ياسين جسيم. الباس رائعة، وياسر الساكاس من أروع ما يكون، لاسيس من أروع ما يكون. ياسير هنا في وضعية مثالية. كرة للأمام في اتجاه ياسر الزبيري. ياسر، جول 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 جول. الفرحة المغربية الثانية، الضربة الثانية. هكذا دون أسلوبهم الهجومي، وهكذا يقنعون كل من يتابع العلاقة. وهكذا الهربة يا عثمان يا معمى، عبر 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 ومرر، عبر ومرر. يا عيني يا عيني على المرور. عثمان معمى الباس، وياسين جسيم أو جسيم فعل لاعب دونكيرك. الطرف ليس بير يانيس بن شاوش، عملاق يانيس يا بن شاوش. هنا في التصدي، يمشي عثمان، يتقدم عثمان، معمى يدخل، معمى يراوغ، سدد، اضرب 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 اضرب. روعة يا عثمان. فيما لا طموحنا ان شاء الله هنا الحاق الهزيمة بالمنتخب البرازيلي. على فكرة في هذه المجموعة قبل لحظات منتخب إسبانيا يجبر على التعادل أمام المكسيك 2-2. يعني المغرب لازال في الصدارة، لازال في الصدارة، 3 نقاط، المكسيك نقطتان، البرازيل نقطة. ياسين شوط ياسين، وفي خطأ. نعم، الخطأ يأتي على مشارف منطقة الجزاء. هنا كرة مهمة جدا، هنا ضربة حرة قريبة من الصادة كما توقعت. الحداد مميزا كعادته في الأطراف. هذه الكرة العرض الزبيري، بعد ذلك ماذا سيفعل الزبيري في الأمام؟ اليوم البرازيل كاسم قوي جدا، ولكن ايضا ستكون للمنتخب المغربي. البينيه ممتازه في اتجاه الزبيري، تعود برازيليا تسديده، ولكن باعوف، برافو باعوف، برافو باعوف، يتصدى لهذه الكره الى الركنيه الاولى لفائده المنتخب. وسيدخل هذا التحدي وسيلعب من تعلق الامر بمنتخب غانا. بينما هنا انطلاقه، سيروتي كوتينيو، هنا مرفوعه لكن عاليه بعيده، تخرج الى ضربه مرمى. نعم، الكره طويله، الكره مرسله بهذا الشكل عن طريق اللاعب ويس. مرر الكره لعثمان معمى، يتقدم عثمان، يحاول الامام لوكاس، ينقل داخل منطقه الجزاء. مشارك هنا في بطل يانيس بن شاوش. شكرا يانيس. التصدي الاول والتصدي الثاني، بطل يشبه يانيس بن شاوش في تصدي بطولي في يانيس
يانيس يانيس يانيس يانيس يؤمن المرمى مرة أخرى رغم أنه كان في خطأ بغض النظر عن وجود الخطأ في الكرة الماضية، ولكن عينك على يانيس. الآن ندخل من أجل مقارعة الكبار. هذه العرضية الرأسية السابري هنا ياسين البينية ذكية ممتازة. اللاعب ياسين جسيم هنا عندك هذه العقلية الانتصارية، وهذه تأتي مع التكوين على فكرة. المجال التسديد، لا تتركوا المجال التسديد. باعوف يراقب والحكم أعلن عن ضربة جزاء. الحكم أعلن عن ضربة جزاء لفائدة المنتخب البرازيلي. نعم الكوستاريكي. هنا لا وجود لضربة جزاء. محاولة المرور هنا البينية. انطلق سيروتي انطلق مع أسرع راقب الزواني كروز والزواني. كروز العرضي للأمام. متابعة بعد ذلك في لقطة سيروتي 30 الجهة اليمنى ناحية عثمان مع محاضرة من عثمان مع في وضعية صعبة. تقدم يا سعد، مرر يا سعد، توغل سعد. اللمسة الثنائية هنا لمسة عنك كل الحواجز. هذه الكرة العرضية يسار الآن بنقلة وبعرضية. المتابعة برأس برازيلي. تلعب الكرة بفائدة علي معمر المغربي. ويسلي العرضية مرة جانبية، مرت سلامات على مرمى المنتخب المغربي. سيليا ياسين جسيم عالمي عثمان. يا معمر من أين أتيت بهذا الأداء؟ من أين لك كل هذا يا عثمان يا معمر؟ هدف خرافي، هدف عالمي في بطولة عالمية. هكذا نعم في لوحة فنية عثمان معمر يتجلى، عثمان معمر يتفنن، عثمان معمر على الطريقة لا نقول البرازيلية، هي الطريقة المغربية بصورة مميزة. هكذا نعم يكتب التاريخ عثمان معمر بصورة وبطريقة اللاعبين الكبار. هكذا جسيم وعلى الطاير جابها عثمان، حطها يفسح المجال. بعد جسيم الثاني نعم ياسر السابري يصل الشباك البرازيلية. ما أجمل صورة، ما أروع صورة. هكذا يسجلون، هكذا يتقدمون، هكذا يؤكدون. نعم وإن تعلق الأمر بالبرازيل نحن قادرون، نحن فاعلون الانتصار، نحن قادرون على الانتصار. السابري نعم يضرب الثاني، هذه الإعادة مرة أخرى. لمسة من جسيم الحموني والسابري. سابري عينك على السابري. جسيم نفتك بإصرار كبير الوضعية سليمة والهدف مشروع. 2-0 للمنتخب المغربي. شوف جسيم يقاتل. قتالية كبيرة لجسيم، قتالية كبيرة. ربح يا ناس، ربح كبير للكرة المغربية. قدم المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما عرضا كرويا استثنائيا بعد فوزه التاريخي على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 بشعار الله الوطن الملك. هكذا يعزف النشيد الوطني المغربي الخالد في تشيلي للمرة الثالثة في دور مجموعات مسابقة بطولة العالم للشباب. هنا في مباراة ثالثة بعد انتصارين كبيرين أمام إسبانيا وأمام منتخب السيليساو. هاول كان ممتاز في مباراة البرازيل دفاعيا، كان الفوز والتعادل وانتظار اللقاء القادم أو اللقاء الآخر بين البرازيل وإسبانيا. كرة تصل على الطرف الأيسر، التغطية من كبداني سيكون اليوم في الجهة اليسرى. مسعودي يتقدم يبحث عن التسديد والتصدي كان حاضر. الضربة الأولى بقدم المسعودي، الكرة الأولى بقدم المسعودي. إلياس كان قريب من التسجيل. بعد ذلك الراسية. ممتاز هذه البدايات. هذا هو محمد طه مجنين من الجماهير. بالتالي هذه فرصتكم للإقناع. هذه كسر الحموني في عملية المرور، الحموني والتغطية الدفاعية. الخطأ موجود يا الحموني. الصد والاختبار الأول إبراهيم غوميز. هذا هو إبراهيم غوميز. هذه الإعادة اسكتلندي ولديهم اللاعب أوزفالدو فيرتشن في الاحتياط، ينشط في نادي سياتل ساوندرز. الطرف الايسر عناصر المنتخب المكسيكي مرفوع الكره بالراس. التغطيه من بيار، لا زالت الصعب على الدفاعات. النهائي اللقاء الذي سيلعب ليله الخميس فجر الجبل البحراوي السدد والكره تمر جانبيه. هذا بمثابه تهديد المنتخب المغربي لن يكفي ان المدرب السيفيد الياس مقوص. إلياس لا زال
في مباراة اسبانيا. الكرة على الطرف الايمن لفائدة المنتخب المكسيكي، لفائدة المنتخب المكسيكي بالراس. اللقطة بعد ذلك تأتي بتسديدة ولكن فيها متابعة سهلة لإبراهيم مع الخمس دقائق الأولى في هذا الشوط. هذه الإعادة مرة أخرى، الحكم كان قريب جدا. لمسة يد، لمسة، ومورا يتقدم للتسديد، مورا يتقدم والهدف الأول لفائدة المكسيك. إذا النتيجة تتغير، 1-0 في المباراة لفائدة تريكولوريس من علامة الجزاء بعد 7 دقائق على بداية المباراة. في الشوط الثاني طبعا والحموني، البينية ممتازة وأول هجمة مغربية مرة ديفان الحموني، الباس رائعة، اللمسة البينية، ممكن هنا التعادل فيها وضعية تسلل، حكم يقول تسلل. نعم، الفكرة ممتازة والبينية رائعة لكن